السلام عليكم ورحمة الله. الكلام اللي هقوله النهاردة صعب وجرح جديد في جسد مجتمعنا. قصة عروس المنوفية اللي ماتت وهي لسه في عز شبابها وبداية حياتها عشان خلافات. أول ما نسمعها لازم نراجع حساباتنا ونتقي ربنا ونخاف على بنات الناس. لكن قبل ما نبدأ القصة بتاعت النهاردة، واللي أكيد هيكون ليها أجزاء تانية لأن الحقيقة في القصة دي لسه ما وضحتش من كل أبعادها، ولسه ما زالت القضية دي في طور التحقيقات الأولية، ولكن هنقول لحضراتكم الملامح الرئيسية للقصة. بس اعملوا لنا فولو ولايك وشير علشان نكمل القصص المثيرة اللي بنجيبها ليكم من كل العالم حرفيا. المهم ان النيابة العامة قررت رسميا حبس الزوج أيمن 25 سنة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات. الراجل اعترف انه ضرب مراته على راسها بعد مشادة كلامية حصلت ما بينهم، بس قال انها بعد ما ضربها على راسها وقعت وماتت، وانه ما قصدش انه يقتلها. وطبعا اكد في اثناء التحقيقات انه ندمان، لكن الشهود اللي حضروا كان كلامهم اشد وامر. شهود اكدوا للنيابة ان الزوج وامه حاولوا يغيروا ملابس العروسة بعد ما ماتت ويشطفوا آثار الدماء، ويفبركوا قصة إنها وقعت وهي بتمسح عشان يضللوا التحقيق. يعني مش بس جريمة، لا ده كمان تدليس على القضاء. دلوقتي الكلمة الفصل هتبقى لتقرير الطب الشرعي في مستشفى شبين الكوم. التقرير ده هيثبت بالظبط سبب الوفاة، هل الضرب، آثار خنق، الاعتداء العنيف. التقرير هيكون هو الدليل القاطع في القضية، لأن الجثة حسب ما انتشر كانت فيها كدمات كثيرة وتوضح تعذيب وحشي. لكن الصدمة اللي هزت قلوب كل الناس، العروسة كريمة كانت حامل في شهرها الثاني، يعني كان في طفل بريء هيشوف الدنيا، وانتهت حياته وهو لسه في بطن أمه. أسرة البنت وخصوصاً أمها المنهارة أكدوا إنهم مش هيسيبوا حق بنتهم وحق حفيدهم اللي ضاع. وأم البنت قالت كلام يقطع القلب حرفياً، قالت أنا عايزة حق كريمة زي ما هي نزلت تحت التراب هو كمان ينزل، وقلب أمه اللي كانت بتسلطه يتقهر عليه زي ما قهر قلبي على بنتي. وبنسمع كلام مرعب من شهود عيان في الشارع إن الزوج حاول يطلع الجثة في توك توك والدم سايل منها، فلما الناس صرخت بعد ما شافوا المنظر المرعب ده رجع بالجثة للبيت تاني، مش علشان يستغفر الله، لا علشان يحميها ويغير هدومها ويحطها في السرير وكأنها نايمة. والحقيقة في سؤال هنا بيفرض نفسه، لو مش كان في ناس شافت الواقعة دي يا ترى كان هيعمل فيها إيه؟ أكيد كان هيقول مشيت ومش عارف عنها حاجة، ويحاول يضلل أهلها ويضلل العدالة شهور أو سنين. يا جماعة في الحوادث اللي زي دي نصيحة لكل أب وأم، ما تضحوش ببناتكم في بيوت ناس ما تعرفوهاش كويس. البنت لما تروح بيت جوزها ده لا يعني تبيع حقها في كرامتها وسلامتها. ولكل البنات اللي اتجوزت أو على وش جواز، ما تسكتيش على إهانة ولا ضرب من جوزك أو خطيبك، وأول ما تحسي بالظلم اتصلي بأهلك. الأهل هم السند دايما في الأوقات دي. ولو جوزك بيتعامل معاكي كأنك جارية أو خادمة، ده مش جوز، ده سجان. العروسة كريمة راحت لربنا وطلعت من بيت أبوها بالفستان الأبيض، بس رجعت لأهلها بالكفن الأبيض، والفرق بين المشهدين كان يدوب 4 شهور. القضية دلوقتي في إيد النيابة والقانون، ربنا يرحمها ويصبر أهلها وياخد حقها ولو بعد حين.